حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج لا يوقف. اليوم إن في مكان جميل جدا، برنامج الوقت الأصلي. جينا في زيارة جميلة، ومن حسن حظنا يا جماعة إن اليوم مرور عام على بداية البرنامج. يا جماعة ما قلنا لكم من أول لا يوقف. كيف الشغل ما شاء الله؟ والله جميل الحمد لله. يا أخي أنت من بداية البرنامج مرت سنة فعليا وأنت تشتغل في الوقت الأصلي. الحمد لله. كيف شايف البرنامج وكيف شايف الشباب؟ والله جميلين واحيانا يطلعون اجمل. شلون يعني؟ كذا تصير. طيب أنت ايش قاعد تشتغل معهم؟ تقارير الكليبات وكلش يعني فيها بتاع كله أنت معهم من أول يوم في البرنامج. كيف شفت البرنامج يا أخي؟ سنة كاملة عمل تقارير كل حاجة في البرنامج. برنامج إذا متعب بس زينت أنك إذا طلعت تحس أنك سويت شيء في يومك، انجزت يعني. أنت شغال على الكليبات ولا التقارير ولا إيش؟ هذا وضح لي. اللي يجي من الله حياه. بس خلينا نخلص ناصر. اسمع قبل تخلص يا أخي في سالفة ودي أتذكرها على السريع. سالفتك مع رائد القحطاني ايش فيها؟ يحسب نفسه انه انطرد من البرنامج. والله يا ابن الحلال رائد هذا تحفه. شلون صار؟ انا ما ادري هو انت رئيس فريق الاعداد طبعا. علمني اياها. هو المشكله هو اللي يعلمك لانه هو اللي عنده المشاعر كانت داخله يعني. لا بس انت شلون شفتها؟ انا والله ضحكت صراحه. صار بينك وبينه نقاش وانه يعني بخصوص الشغل يعني. ايه والله ما ادري شو مسوي، نسيت بالضبط صراحه. جايب معاه اغراض جايب بساكيت الظاهر يبي يغريني فيها. هذه البساكيت اللي تحبها. الناس ما يعرفون، الناس يشوفون بس كذا في التلفزيون وبس. ومشعل سهل ممتنع، ومشعل حبيب أخ صديق بالنسبة لي هذا البرنامج الثالث، لكن الرجل مهنيا وفي العمل شهادتي فيه مجروحة. الشغل مع الوقت الأصلي يا أبو عبد الله مر سنة على بداية البرنامج لحد الآن. بسم الله. أول شيء طبعا أهنيهم على مرور سنة على الوقت الأصلي اللي كان من البداية. أنا ما كنت معهم في البداية الحقيقة، أنا جيت إلا متأخر يعني، لكن أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله السنة الجاية تكون برامج أفضل للمشاهد وتكون أيضا ممتعة للمشاهد. عبد الله يا أخي أنا بسألك، خليني بستغل الفرصة يا أخي. أنا من يوم صغير بيلبس التيشيرت حقك بس مو بقادر، مش عاوز، مش قادر الصراحة. فاليوم أشوفك قدامي أنا مبسوط جدا. شيء ثاني أبيك وأنت لاعب، مين اللاعب السعودي اللي هو بجانبك تحب تلعب معه، سواء بأسلوبه، نرفزته، طريقة لعبه؟ مين الناس اللي تحب تلعب معهم سواء مع المنتخب أو مع نادي النصر؟ أنا ما أفكر بالطريقة هذه. أنا اللي ألعب معه اللي يكون يلعب معي في المنتخب أو في النصر اللي كان يلعبون معي، لا بد أني أنا أرتاح لهم، حتى لو كان في واحد إمكانياته ضعيفة لا بد أني أنا أرتاح لهم. ولا أبو عبد الله يجيك واحد إمكانياته على قده وأنت لازم تحفزه، أساعده. الكلمات حقت الكورة ذي وش؟ لا هي شوف، أنت إذا كنت مع مجموعة، تعرف كرة القدم لعبة جماعية كويس، تكون مع مجموعة لازم تحسسه انك تراك زيي، ما في فرق بينه وبينك. هنا انت تعطيه دفعة حتى لو اخطأ، تعلمه، لانه اذا انت كنت مثلا اكبر واحد في الفريق مو معناته انت تسيطر عليهم، لا، انك تعلمهم تفهمهم كذا يحبوك والصغير يعطيك كل طاقته عنده. لكن لو انا مثلا
واحد امكانياته ضعيفه وجيت انا نفرته ولا زعقت عليه خلاص، لانه هو يعتبر ما دام لعب معي معناته زميل في الملعب، انتهى كل شيء. نعم هذا تفكيري انا. طيب ابو عبد الله توقعات من ناحيه الفنين اللي تقول عليها، انا كنت لاعب قدم، يعني لو كنت لاعب كبسات ممكن تجي فلتي قدك. اللهم لك الحمد، الله يجعلنا من الشاكرين، الحمد لله والشكر لله. وجود هالشباب كلهم ويعني أجنحتهم نطير ونحلق كلنا فوق إن شاء الله. كلنا يا أخي أبو مشعل نمشي ونسولف، يلا ما عندنا مشكلة، يلا عشان نستغل اللقاء. ماجد تلقى زعلان، ماجد عبد الله يقول لي توك. إي مشعل برنامج يومي، برنامج فيه أحداث، فيه قضايا كل يوم تصير، دوري شغال، منافسة. أنت شخصيا في هذه السنة كيف شفته؟ دائما أصلا رياضتنا كذا ودورينا جميل ومليان ما شاء الله أكشن ومليان إثارة وصراع أندية وجماهيرية. يعني ترى هذه نعمة علينا يا الربع، نعمة ما يكون عندنا هالأندية وهالجماهيرية الركض كله متواصل. طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم آراء نجومنا الكبار هي اللي تعطينا نوع من يعني بعد توفيق الله خلينا نقول رضا، نحظى ببعض رضا الجمهور، ما نقول كل الرضا، بعض الرضا يعني ان شاء الله. طيب كيف شايف ابو عبد الله معك؟ ابو عبد الله وحش، ابو عبد الله دائما اجي تناظر كذا اقول يا الكبير كذا يعني. تعال سلطان لا توقف، احنا شغالين على طول. طيب ابو مشعل ابو عبد الله شغال علي دب عليك. ايه ترى ابو عبد الله خطير، يذب دبات خطيره حتى بعد الاعتزال يقول ابو. طيب ابو مشعل اسمعك الضيوف، مين من الضيوف اللي باحيان يطلع برا الموضوع؟ اذا انت تحاول يمين يسار انه نتكلم في الموضوع الفلاني ويشطح شوي. لا والله شوف، هو ما في بصراحة، هو الرأي لهم كلهم، يعني ما نقدر نفرض عليهم أي شيء، هم آرائهم أصلا قوتنا فالله سبحانه وتعالى ثم في آرائهم، فإحنا ما نطلع بشيء. لكن أحيانا قد يكون عندك موضوع مهم ودك تحكي عنه والبعض آخر في باله موضوع آخر، بس عاد شكوى على الله فالأخير. لا ما أقدر، ما أقوى عليهم، هم اللي يقون علي، ما أقوى عليهم أنا. طيب السنة الثانية، دخلنا في السنة الثانية في الوقت الأصلي، إيش بيصير في الوقت الأصلي؟ والله توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم مسؤولية أكبر على الشباب في الإعداد وعلينا كطاقم على نجوم الوقت الأصلي، إنهم يعني ترى كل ما تحصل على حب الناس كل ما تجيك مسؤولية أكبر، فبالتالي يعني نسأل الله التوفيق. إحنا بنبذل كل ما عندنا ونبذل الأسباب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. شكرا عبد الله، تجي في الوقت الضايع عبد الله، ترى كابتن ماجد يزعل عليه تأخر. الله يعطيك العافية. شكرا. كانت هذه نهاية حلقتنا من برنامج لا يوقف، مرة ثانية في برنامج الوقت الأصلي. شفتوا اللي شفتوه، لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. كان معكم عبد الله عبد المحسن، في أمان الله.